ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ شفت الماتش امبارح؟ شفت ماتش الاهلي النهارده. من شويه انا وهو كنا عاملين بنتخانق، بنتكلم عن الماتش وبنتخانق، فقلت له ايه، تعالى نفتح الكاميرا ونتكلم واحنا سخنين كده في الكاميرا. انا وهو كنا دلوقتي عرقانين من كتر العصبيه اه وبنشد مع بعض بسبب حاجات لقطات في ماتش الاهلي منرفزانا جدا يعني. الجون، هنتكلم على كل حاجه وهنقول كل انا التفاصيل. عايز اقول نقطه بس. امم احنا بنتخانق من كتر ما الخطأ الواحد كله غلطانه، احنا بنتخانق مين فيهم غلطان مين اكتر. تخيلوا خناقه مين اه فيهم غلطان اكتر من التاني، لكن في الاخر احنا الاثنين متفقين على نقطه. كل في مثلا غلط. الكره دي الاربعه غلطانين. انت فاهم أربعة ازاي؟ غلطانين فعلا، ده حقيقي. ماشي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي مش مشترك يشترك وحطوا لنا لايكات كده وقولوا لنا رأيكم في ماتش الأهلي، ويا ريت تصلوا على النبي كده في الكومنتات. ادي بس لايك وخد لايك اه كده واعمل روق اشتراك. علينا يعني، روق علينا. ظبطنا يعني عشان روق علينا. نشتغل كمان. ماشي. تعالى بقى ناخد بقى ايه، هناخد الاجوان الأول. الاجوان. ماشي. الجون الأولاني بتاع كوكا. اه اه الجون اه الأولاني اه كرة نازلة من فوق كده. كوكا بدل ما يطلع يخبطها بالهيد راحت قلشه منه، يعني خلاص. طب انت مش عارف، ما بتعرفش تلعب بالهيد، طب استنى لما تنزل والعبها برجلك، استلمها برجلك، او استنى لما تطب في الارض طبه وطفشها او برجلك. حتى بدماغك اي طرفها. او حاجه. حتى بدماغك طرفها. لو هو ما عرفش يلمسها اصلا ايوه يعني يعني لمسها لمسه خفيفه كده يعني طلعت انت منه الناحيه يعني انت الثانيه. هتشيلها تبقى متطرفها يمين او شمال حسب تمركزك ايه. دي غلطه من عموته، لانه شافه في ماتش برشلونه وكان وحش جدا، وطاهر كان في ماتش برشلونه ووحش جدا، وبدأ بيهم النهارده برضه. وعندي كريم الدبيس لعب حلو على فكره. باك شمال. نزل انا ليه شويه. الاعب واحد باك يمين يلعب باك شمال؟ الحته دي جوارديولا عملها في السيتي عشان العيال هناك بتفهم، والباك الشمال بيطلع يبقى مهاجم تالت امكانيات معينه، امكانيات وتشكيل معينه. انا يعني شاري لعيب واقفه بملايين معينه. الملايين ملايين الملايين بجد عشان وهو متأسس صح، وعارف بيجري امتى وبيدخل امتى وبيضم لجوه امتى وامتى يتطرف. المهم يعني ان كريم فؤاد امبارح عمل كوارث بالهبل بالهبل. ضربة جزاء، الكرة مش بتاعته خالص. تمركزات غلط. الجون التاني بصها منه. مباص الكرة غلط في نص الملعب، اتقطعت ثرو. يعني ضربه جزاء والجون التاني ده بينهم دقيقتين بس على فكره، يعني بينهم دقيقه. اه يعني انت عملت ضربه جزاء رحت ضربة رايح الجزاء مديهم ضاعت، جون. شوبير شاطها نزلت في نص الملعب، اتردت لك لعب، جات للجزار، الجزار بصها لكريم فؤاد، كريم فؤاد بصها للنص غلط، راح الواد دخل قاطعها، لو رماها كمان كده اللي هو عاملها ثرو للواد اللي على الطرف، ولا هاني غطى، وهادي رياض كان متأخر، والجزار مش واقف صح، فبقى الواد انفراد، وشوبير طلع غلط. يعني كله فيها هبل كده، فيها هبل. لما هو اقتنع ان في 3 في الملعب مش بيلعبوا كرة وتايهين انت عارف توهان الدنيا. انا عايز اسال سؤال يا راضي، عايز اسال السؤال ده. المفروض الاعلام في مصر يسال عن موتة في الحته دي. ده المفروض يتسال في المؤتمر الصحفي. السؤال قبل ما الوم اللعيبه. انا عايز اسال، هل انت طالب من المساكين بتوعك او طالب من خط الظهر بتاعك انه يبقى مان تو مان مع المهاجم، فبالتالي المهاجم لو سقط اللي بعد نص الملعب يسقط معاه؟ لا مش مان تو مان. لا يبقى هو لما هنا بس بص، اللاعب بتلعب مان تو لما مان. بيعدي نص الملعب بيسيبوه. السرد باكات لما بتعدي نص الملعب هنا بيسيبوه. امبارح شفت العيال بتعمل حاجات غير كده، بتعمل مان تو مان جوه. يعني مثلا ايه، كهربا نزل اللي بعد نص الملعب، لقيت الجزار خرب من تمركزه مثلا ويروح نازل له. انت فاهم ازاي؟ فده الخط اللي ورا ده بيروح عامل كده، دربن. ما خلاص بقى، ما انا بروح مع ده وده يروح مع ده فانا الفكره كلها عايزين نسال عن موتى السؤال ده. لو عموته بيعملها يمكن خطه مش باللعيبه دي بقى، مش بالتركيبه دي، انا فاهم، مش بكريم انا فؤاد فاهم، وكوكا في نص بس على الاقل مش هقدر الومهم. وطاهر وينج. على الاقل لو هو قال بعملها انا اللي طالبها مش هقدر الومهم. لكن لو العيال دي بتعمل كده طبعا انا هلومك برضه عن موته. ان انت لو ما بيعملوا حاجه مش اللي انت طالبها المفروض تتوقف. انا عايز هتقف اتكلم شويه بالماتش. عن عموته، بس عايز اتكلم شويه بعيد. هتكلم ان هو خلى الاهلي عامه يعني في كوره بتتلعب، بنطلع من تحت بشكلك ليك شكل مش زي السيزون اللي فات. كنت حاسس ان احنا هنكسب لحد اخر دقيقه، وفعلا ليه من شكلك بيبان.
ان انت بتروح بواحده بالتانيه بتجري صح، بتعمل اوفرات، بتجيلك واحده بتشوطها مش عارف الجون يصدها كده. غير السيزون اللي فات. بس انا عايز اسالك كام سؤال كده بس. انت ازاي شايف كوكا يلعب على اسمه ايه ده اكرم، ويلعب على علي محمود و يلا بقى اي حد. ازاي اصلا شايفه يبدا ماتش برشلونه؟ ده واحد. تاني حاجه طاهر. طاهر. طاهر يا اسطى، طاهر. آه. طاهر ايه بقى؟ شايف فيه ايه؟ شايف فيه ايه وينج بيعمله احسن من اللي عندك وينجات؟ يعني طاهر ده بيعمل ايه احسن من اللي عندك بره؟ بيعرف يرقص احسن من محمد عبد الله او حسين الشحات؟ لا. تعرفوا انا الوم مين؟ بيدافع صح؟ لا. تعرف انا الوم مين في دي؟ ما الومش عموته. لا عموته. ما الومش يا عموته باشا انا اللي حاطه. انا فاهم. تعرف انا ليه بقول لك ما الومش عموته؟ امال تلوم مين؟ انا دلوقتي طاهر ليه الاباندا بيعملها على اي مدرب بيجي ينزل يديله في التمرين فكك كويس بقى، وبتاع. فكك بقى من شغل التمرين ده، بيتمرن حلو انا ماليش فيه. اسمع بس، ماليش فيه. اسمع بس. قول. انا دلوقتي هو عمل عليك اصل الفيلم. الحته دي بتنرفزني جدا. ما انا فاهم، بيتمرن انا حلو فاهم. دي. ما انا هقول لك. انا دلوقتي جه مدرب، كل مدرب بيجي بيلاقي الواد بيتمرن كويس وبيعمل الحركات كويس وبيروح ملعبه. انا بقى بلوم مين بقى؟ بلوم اللي في الاهلي اصلا، الناس اللي هم ماسكه الكوره في الاهلي، ان المفروض تروح نازل الراجل ده بالارقام، نقول له فكك من الاماندا دي، الراجل ده اخر سنتين ما جابش جون، اخر سنتين ما جابش جون في دوري، الراجل ده اخر 3 سنين ما جابش جون في اي حته، الراجل ده بيجيب جون في الموسم ده اللي بيجدد له، الراجل ده تعبان، ارقامه الراجل ده لو انت مستني منه هيجيب جون مش هتحصل. لازم انا اقول للمدرب كده استنى وقف يا اسطى، انت منزل طاهر بيتدرب كويس ولا بيلعب كويس؟ لا تعالى جيب له ارقامه فين؟ عارف طاهر ده لعبه فين؟ ماتش في ملعب ورا ماتش في بريتوريا. لا اسمع، في ملعب ورا بريتوريا، ماتش في جنوب افريقيا، ماتش ايوه هو في الحتت اللي هي مش عايز دي، جون، عايز اللي هو ايه، انا عايز لعيبه تقف وتجري بس، مش عايز كوره، مش هلعب كوره. انا بالنسبه لي انا مش هلعب كوره. انا بالنسبه هو لي في الحاجات دي بقى بيبقى كويس جدا. انا بالنسبه لي في حته ارض فاضيه ورا النادي الاهلي هو اخره يلعب فيها. يا جماعه يا جماعه آخره يلعب والله فيها. العظيم ثلاثه، انا نظرتي من اللي انا شفته، اللعيب ده ما ينفعش يلعب وينج بكل المقاييس. ما ينفعش يلعب وينج. يلعب ايه؟ اولا يلعب باك يمين او يلعب سيرد باك، مكان هو يلعب باك واحد يمين. من الاثنين دول. طويل، سريع، بيلعب بالهيد كويس، والبدني بتاعه كويس. ما بيعرفش ولا يرقص ولا بيلعب اوفر ولا بيشوط من بره صح ولا بيجري صح. بص اقول لك على حاجه، ما يلعبش الملعب- الحته اللي قدام دي خالص. الملعب ما يستحملش زيزو وطاهر في جنب بعض، عشان نقولها بقى بطريقه نقولها بطريقه لا اشيك. ومعاهم ايه بقى؟ كوكا. نقولها كمان بطريقه بقى بيخربها بقى لا خالص. احنا بقى. بنقولها بطريقه اشيك. اللي هو ايه، انت مش هتعرف تطلع من نص الملعب ده. لو بيلعب كوكا فين بقى؟ مش على عدلته مثلا شمال عشان لما الكوره تجيله كده يعرف يباصي كده ولا يعمل كده، ولا من واحده كده مثلا يغير بيها ملعب. لا بيلعبوا يمين عشان لما يجي له كوره هنا يقوم لافف كده نص ساعه عشان يلعب بشمال. ما دي نقطه، دي نقطه عايز اسال. يا عموته. ما هو ده اللي انا اقصده، ان الناس بس انا عجبني قوي بقى ان هو خد باله. دي بقى اهم من اللي هو عم. ماشي هو غلط بس هو خد باله. في مدربين ما بتاخدش بقى مالها. يعني انا كولر كان بيطلع 200 امي في حوار التغيير ده. واقف جمعه وقف قال له كلمتين كده اللي هو ايه، اللي هو ايه، الثلاثه دول لازم يطلعوا بقول دلوقتي لك حالا. ايه، فرجل كده عشان ما ادكش كشاف على وشك. لا عشان هو يطلع من اكيد الملعب. قال له كوكا وطاهر ما ينفعش يبقوا في الملعب لحد دلوقتي. والكارثه اللي عمال يعملها كريم فؤاد ده إزاي؟ لعيب كويس. إزاي؟ انا ما اعرفش ايه كميه الغلطات دي. يا جدعان يا جدعان تعال نقيم. تعال نقيم. هتضيع خد شوبير صفر. 0 من 10. 0 من 10. انا ما بحبش اقول الاصفار دي. بس انت شوبير امبارح جاي يتهرج. ما عملش اي حاجه. جاي يتهرج على فكره. الشناوي النص الشوط الثاني في برشلونه الشناوي لعبه جامد جدا. الشناوي المفروض يبدا امبارح. كان المفروض يبدا امبارح. كان بدا امبارح كنت هتقول له فين شوبير. لا بس كان واقف حلو عشان الناس بتتكلم وخلاص. الحاجات اللي دخلت في شوبير دي صدها الشناوي في برشلونه. الكره على الارض دي شالها الشناوي. جات له واحده زي دي وكانت متطرفه سنه كمان في نص الجول. شالها. وفي الطلعه طلع غلط جدا. شال ضربه جزاء. لا شوبير طلع لما جه يطلع على الواد في الجون الثاني طلع غلط جدا وفتح الجون. الواد كل اللي هو عمل كده وقام رفع بس عمل الكره كده بس راحت رايحه في الزاويه بتزغرط عادي جدا. فشوبير 0. محمد هاني انا اديله مثلا 5 من 10 او 6 من 10. محمد هاني ماشي، انه مهما كانت تمرزاته هو من 5 من 10 صح. هادي رياض 3 من 10. 2 وعايز اقول 0 بصراحه.
اتنين. وهو برضو المشكله مش قادر اشيلها له لوحده. ليه؟ انت عارف انا اقول كريم اتنين فؤاد ليه؟ لعب الكوره غلط، ومحمد هاني ما رجعش يغطي مع الواد، وهو اصلا بتاع محمد هاني مش بتاع هادي. انا مش بقول على الواد والجزار طلع وهو بيبص الكوره وعم معدي نص الملعب. طب انت سايب مكانك، مين هيغطي هنا؟ لا طب أنا... الكوره اتقطعت اهي دلوقتي، مين بقى هيغطي؟ لا انا مش بقول، مش بصنفه على اساس الجونين بس، انا بتكلم على جوه الملعب، التحركات، تمركزات، الجزار وهادي رياض. انت ازاي تلعب بثنائيه ما لعبتش مع بعض اصلا في فرقه قبل كده؟ يعني انت جايب اتنين الاهلي جابهم، انت فاهم ازاي يا عم؟ لاعب واحد قديم شويه ودخل واحد منهم واحده واحده، ايه اللي بيحصل؟ لا وهو هادي كان باين قوي التوتر عليه في ماتش برشلونه، فاللي هو ايه اهديه شويه، اللي هو ايه ده، لا هادي واظبط كده وترازمن مثلا هو على فكره الجزار عجبني شويه منه. هو التركيبه الجزار جاي منه يا راضي، التركيبه الجزار غلط. فكرني عامل زي مين شويه زي وائل جمعه كده، حته شبه وائل جمعه. هو التركيبه غلط، ما بيخافش هي وبيتقل ما انا هقول لك على حاجه، التركيبه غلط. بمعنى ايه؟ انا دايما لما بجيب اتنين مدافعين بحطهم، بجيب واد كده هادي كده ما بيعرفش يلعب كوره بس قوي، انت فاهم ازاي؟ ده واقف، ده انا هظبط عليه، سريع قوي طويل، انت فاهم ازاي بتاع، وجنبيه مساك التاني بيعرف يلعب كوره، يبقى واحد غشيم واحد بيعرف يطلع. عملناها امتى؟ عملناها مع ياسر ابراهيم وعبد المنعم. لا كان رامي وعبد المنعم ورامي وعبد المنعم، لا بس لعيبه عبد المنعم ياسر ده كان بينزل الشوط الثاني. كله اللي بيلعب مع عبد المنعم كان بيلعب على السيستم ده، انت نازل تقف مدافع بس، عبد المنعم هو اللي هيطلع بالكوره. احنا دلوقتي الاثنين عايزين يطلعوا بالكوره، الاثنين عايزين يلعبوا، متوترين شويه، فانا هحسب ان انتم متوترين شويه، بس طبعا ده ملوش علاقه. بس الجزار افضل من هادي، فهادي هي الجزار اعلى منه شويه، ممكن ادي الجزار مثلا 4 أو 5. ايوه ده 2 كان كويس وده 4. كان كويس، مش وحش يعني، لمساته كويسه وما بيخافش وما بيتوترش زي هادي وياسر. انا مين تاني؟ كريم. الباك الشمال كريم فؤاد طبعا، يعني ماينس 5، خدت 4-5 اصفار مثلا، يعني ماينس ضربة 5. الجزاء اللي عملها علينا بالكور اللي قدام اللي بنديها له، يقوم داخل مش عارف هو عارف يعمل عمل ايه، عمل تمركزات غلط، لا بيلعبش كوره، انت ما بتعرفش تلعب. مروان عطيه 9 من 10 او 10 من 10. لا مروان عطيه جميل. مروان عطيه يا جماعه، الديفندر اللي بيقطع الكوره من غير فاول ده تائل بدهله، ده ذهب، اقسم بالله العظيم. انتوا مش عارفين يعني ايه ديفندر بيقطع لك الكوره، بيجيب لك الكوره من غير فاول. دي صعبه قوي دي. 9 انا اديله 9 10 يعني جامد. هو راجل المباراه اصلا بالنسبه لي. كوكا كوكا سالب 90. كوكا سالب 90 ولا باصه صح؟ ده بيحبه ولا كنت بحبه لان هو ما اعرفش، يمكن ده هو عموته حطه غلط برضه. انا بالنسبه لي هو اصلا مش عارف اديله رقم، يعني اديله انا بشيل ماينس 2 اكتر من الموضوع ده. ماينس 2. تعالى زيزو انا مش فاهم بقى. 3 من 10. ايه رجلك هتطلع فين تاني يا زيزو؟ يا اسطى ارحمنا يا اسطى، يا اسطى العب كوره بقى يا عم، ما تجودش يا عم. ما قلنا 100 مره ما بتعرفش تلعب كوره، مش ما بتعرفش، مش حريف، انت ما عندكش حرفنه. العيال بتاعت اللي هو ياخد الكوره ويعدي من واحد واثنين انت مش ده. لا انا المشكله الاكبر بيني يا عم خلص. المشكله الاكبر ما بيني وبين زيزو، خلص والعب. زيزو الضغط على الكوره صفر، صفر. زيزو ما بياخدش الكوره من حد، ما بياخدهاش من حد، الراجل جدع جدا، ما بياخدهاش من حد. ما بياخدهاش من حد. صح. انا دي اكبر مشكله بيني وبين زيزو على فكره، حته خروج بالكوره او حته ان هو ياخد الكوره من حد او الضغط. احنا صفر. ايه ده لا، وبن شرقي جنب زيزو الاثنين ما بيدافعوش. يا لهوي ازاي مش ما بيدافعوش بس، دول ما بيضغطوش قدام، يعني انت فاهم في فرق. انما ما هو ما بيدافعش يعني ما بيضغطش. يعني حتى اصل الناس ممكن تفهم اللي بيدافعش ده انه يرجع. لا ما بيعملش دوره كضغط. أيوة. شفت عموته بيزعله؟ شفته؟ ايوه شفته. ما تلعب يا عم، ما تلعب. ايه الخرا ده؟ ما انت مش حريف. يعني انت لو حريف مثلا زي امام، زي مش عارف، تشوف امام انا مش طايقه، بس لو انت عندك دي هقول لك ماشي يا عم اعملها عندك، انما هي مش عندك يا زيزو، ما تعرفناش بقى يا عم. لا مستفز قوي. تعالى بقى مين تاني؟ بكرار
كويس يجي منه. انا شايف ان هو 6 مثلا. انا شايفه امبارح متلخبط في مكانه. متلخبط ليه؟ عارف ليه؟ عشان هو ما يلعبش طرف. الواد ده يلعب مكان ايه؟ مكان زيزو، مكان اللي لعب فيه زيزو امبارح. بكرار ده يجي هنا وزيزو يروح مكانه. ممكن والله فكره. هو الواد اولا بيعرف يعدي واحد على واحد، لمسته للكرة حلوه قوي وسروهاته حلوه قوي. شفت الكرة اللي حطها لبن جديده، وبن جديده دي قلشت من تحت رجله وكان هيحطها في البعيده. لا عنده لمسه فنان. انت اصلا جايبه مهاجم، انت جايبه مهاجم اصلا يعني هو مهاجم. ايوه هو مهاجم، انت حاطه جناح. بس التاني شكله مهاجم 9 اصلا. التاني 9 شكل باين ستايله 9 قوي. باين ستايله 9 قوي بدملكته شويه كده، عامل زي ما متعب شويه، فاهم؟ في عمرو زكي الاثنين مع بعض. ف كده انت قيمت بن جديده تمام بالمره. بن جديده دخل معاهم في التقييم. الوينج الشمال كان بن شرقي. انا بن جديده هو خد رقم مباراه، بس انا شايفه ما عديش 5 من 10. لا مش شايفه مش احلى حاجه. هو عمل شغل الشوط الثاني بس الشوط شايفه مش احسن حاجه. وبيقعد يجر الكوره كده كتير قوي، يعني يعمل كده على الخط. في الثانيتين دول بيكون كل الخط رجع دفاع. يا اسطى يا تعمل واحده وتقط، يا تبصي الناحيه الثانيه يا بن شرقي. مش هنقعد بقى هي وبعدين بقى كل دول يرجعوا. طب انا استفدت ايه؟ تقوم انت لافف لي لورا ومباصي لورا. طب ايه يا اسطى ده؟ انا الحاجات دي كلها بتبطئ اللعب، بتبطئ ان انت تجيب جون. يا تاخد القرار وتروح وتعدي تجيب فاول من الواد اللي واقف عليك، يا تبص الكوره. ما تقعدش بقى شي لحد ما كله يرجع. بس بصراحه الشوط الثاني عمل قلق وجاب ضربه جزاء وعمل كوره وبتاع. بس لما خرجوا بقى، والله انا كنت بتكلم امبارح، ولو شفتوا الريلز بتاعتي والله، بن شرقي وزيزو اول ما خرجوا ونزل حسين شحات وقفشه جون على طول. دبيس بن جديده. الدبيس ما نقولش الدبيس كان حلو قوي امبارح. الدبيس كان حلو. الدبيس ده ما ينفعش يقعد يا جدعان، ما ينفعش يقعد بامانه بقى. لازم ياخد فرصه بصراحه. الواد ده لازم يلعب بقى. لا وكمان جسمه بقى قوي، اللهم صل على النبي، بقى اقوى وبقى شكله لا ستايل باك شمال من الاخر. باك شمال كويس. بس في حد تاني نزل عندك الواد علي محمد، حسين شحات وقفشه. علي محمد دوت ولا علي محمود؟ علي محمود ده باشا ما يقعدش. ده بقى ما ينفعش كوكا يلعب عليه. دي بقى كارثه، دي جريمه يا عموته. ما ينفعش كوكا يلعب على الواد ده خالص. وفي نقطه عايز اقولها، الاهلي المفروض لما يلعب في الدوري المصري ما يلعبش بستتين، يلعب بالثمانيتين. هو كان بيخلي مروان يزيد. هو مخلي مروان ما يلعبش. مش هينفع يعني، مش هيعمل لك الحته دي كده. بتطلب زياده عن اللزوم من شخص عشان هو عالي وبتطلب منه. انت نازل ثمانيتين يعني. زيزو بس حط جون حلو قوي. حط جون حلو قوي. الجون الاولاني والثالث للاهلي من الاجوان الثالث. بس شفت قفشه واحنا بنتريق عليه. قال له بص يا الجديده. طلع بيعمل حاجه يا عم، طلع دي بتاع حاجه يا عم. احنا قعدنا نتريق عليه ونقول قفشه بيعمل كده. قفشه لو تلاحظوا في برشلونه قفشه بيكلم نفسه كتير. هو بيكلم نفسه، بيقعد يعني هو اصلا اللي وراه مش شايف هو بيقول له ايه. يعني اللعيب صاحبه مش شايف وهو بيعمل. هو بيكلم نفسه، هو بيكلم ناس معاه. لو لاحظتوا على قفشه، ركزوا على قفشه من غير فوره. هو بيبص الكوره. هو اللي كريم الدبيس قال له العبها لبن جديده، بس بن جديده حط كعب. والواد قفشه كان مصحصح قوي. قال لك ايه بقى؟ انت عمال تطلي على البعيده وهتفتكرني. لا انا يا باشا اهي في القريبه. ليه؟ انت كده عملت كده الجون خلاص، عارف ان انت سويرف على طول في البعيده. هو بنصاحه قوي قام حاططها في الضيقه، ولو كانت رحت البعيده كان الجون هيشيلها على فكره. ما كانش ربنا يستر. بس الحمد لله الحمد لله ماتش وهي فرقه انبي دايما فرقه كويسه. المنتشر بيبقى فيها ماتش كوره. انبي كويسه. فهو ماتش الحمد لله ان انت خلاص كده بلس 90 بجون قفشه حسسك بطعم القضيه كده. على فكره انت من السنه اللي فاتت انا كنت بقولها، الاهلي محتاج يكسب 4 ماتشات 5 ماتشات ورا بعض. ياخدوا الثقه. دي هتفرق مع الفرقه. مهزوزه كتير في الفرقه مهزوزه خالص. فرقه مهزوزه خالص. ماشي، هنبقى كده خلصنا الحلقه بتاعت النهارده، ونقابلكم في حلقه انا بمنتجها نازله نار بتاعت جد واحمد. نار بيلعبوا بقى فيها الصور ومين الممثل وبتاع. احمد مصطفى. مليانه ضحك هتلاقيها حاجه و30 دقيقه يعني كبيره. ماشي استمتعوا. فايه مليان. استمتعوا معانا. بس لايك واشتراك بقى. الحمد لله كسبنا وان شاء الله الماتش ده هيبقى افضل وهنبقى احسن وهنصلح اغلاطنا ان شاء الله باذن الله. يلا سلام.